السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم الناس الكل، يا رب إن شاء الله تكونوا بخير. وصفتنا لليوم هي البيتزا التونسية، مش كانت لاين عنده بيتزا، حتى احنا توانسة عندنا بيتزا خاصة بينا استانسنا بيها من اللي احنا صغار. وصفة سهلة وبسيطة، ما تطلبش برشا مقادير، من غير عجنان. تابعوا الفيديو من الأول للآخر باش تنجح لكم الوصفة. توا نمروا لطريقة التحضير والمقادير. خذيت 200 مليلتر حليب، زدت عليهم مغرفة سكر، مغرفتين فرينة، وساشي خميرة خبز. حركتهم مع بعضهم ونخليهم يتخمروا لمدة 10 دقائق. وتوا نكملوا بقية مكونات العجينة. عملت مغرفة صغيرة زعتر وكليل، ومغرفة صغيرة ملح وعظمة، ونكمل نصب رطل فرينة ونخلط. شوفوا انا ما عجنتهاش، هي تجي البات متاع البيتزا هذه ماهيش كاسحة طرية. عجنتها بالمغرفة، حركتها بالمغرفة حتى وين كملت. راهو هذا من اسرار نجاح الوصفة. بعد ما نكمل بالعجنان ندهن يدي بشوية زيت، ونكمل نلف هالعجينة بشوية ونخليها تزيد ترتاح ونفيص ساعة فيما دام طيبت الصوص. هي معروفة صوص بيتزا بالطماطم الأخضر، أما أنا البيتزا هذه الترانش التونسية ديما نعملها بالطماطم الحكة. نعمل مغرفة ونص طماطم معجونة، ومعاهم مغرفة صغيرة ملح، ومغرفة صغيرة فلفل أكحل، ومغرفة صغيرة زعتر وكليل، وشوية زيت زيتونة. ومن بعد نعبيها المقلة بالماء، نخليها تطيب على نار هادية. وعلى فكرة أنا ديما راهو نستعملها بالطماطم الحكة وتجي باهية، راهو بقل مجهود وبقل وقت. وكما تشوفوا حضرت الصوص ما شاء الله باهية. عقدة نخلوها بالكدا، ومن بعد نمشوا نرجعوا للعجينة نشوفوها. شوفوا كيفاش تخمرت بالكدا. نعاودوا ندهنوا دينا بالزيت ونخرجوا الهواء اللي فيها. وفي الوقت هذا ما تنسوش اكيد باش تسخنوا الفور. خلوه على درجة نار عالية برشا، ومن بعد وقت اللي باش نجو نطيبوا البيتزا نقصوا فيها. توا في البلاتو حطيت بابي كويسون، دهنت البلاتو قبل بشوية زيت باش يلصق البابي كويسون ما تتحركش من بلاصتها. ونبدا نطرح العجينة بشوية بشوية. شوفوا ما حليتهاش بالقلقال، نحلها بيديا بشوية حتى وين نطرحها على كامل البلاتو. اكيد بعد ما نكمل بطرحان العجينة نجيب الصوص اللي حضرتها ونبدأ نطرح فيها بشوية بشوية على كامل العجينة. ومن بعد ندخل البيتزا للفور على درجة حرارة 250 حتى وين تطيب العجينة. ومن بعد نعاود نخرجها ونبدأ نحط الجبن اللي عندي. انتو تنجموا تستعملوا اي جبن حاجتكم بيه، وديما البيتزا كيف تعملوها جبن موتزاريلا اكيد خير. حطيت جبن موتزاريلا قسيتة مكعبات، وعندي نوعية متاع جبن اخر حطيتهم رشيتها فوقها زيادة كيف كيف. من بعد نعاودو ندخلوها للفور حتى وين يذوب الجبن. واكيد بالنسبه للتزيين زينوها كيما تحبوا انتو. احنا التوانسه مستانسين نزينوها بالمعدنوس مقصوص جويد، رشوه من فوقها. ونجمو زيادة نعملو لها البصل والفلفل والطماطم قبل ما نزيدو الجبن، قبل وندخلوها للفور قبل ما نزيدو الجبن. ونكملو نزينوها بشويه عظم مسموح. نجمو تقصوه مربعات ولا تربوه، ونزيدو من الفوق زيادة شوية زيتون كان عندكم مكحل ولا أخضر. وأكيد نشخشخوها بالطن. نجمو نزيد نبدلو نديرو بسكالوب كروفيت اللي تحبوا انتو. حتى برشا ناس يديروها زيادة بسلطعون البحر اللي هو نسموه الداعش هنا في جربة. بصراحة تعطي نكهة خير. تنجموا تعملوا فيها زيادة شوية شوباي، الحاجة اللي انتو تحبوها. تنجموا تجربوها في البيتزا هذه. اكيد هي سهلة وما ما تطلبش برشا وقت. تنجموا تعملوها في عشوية في ايامات رمضان، وقت اللي تحبوا انتو ان شاء الله تجربوها وتعجبكم الروسات. توا نقصها ترانش. حبيت نوري لكم طريف باش تشوفوها كيفاش جد. بالنسبة للبيتزا التونسية دي عالية، ما تجيش جويدة كيما الأخرى. تشبع ما شاء الله.
شوفوا كيفاش عالية. إن شاء الله تعجبكم. ما تنسوش باش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. إلى اللقاء في فيديو آخر.